عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. والنهاردة بقى بنصور من سيدي جابر عشان نشوف اخر تطورات توسعة طريق الحرية، طريق ابو قير. بصوا هنا بقى، اخر مرة كنا صورنا فيها سيدي جابر ما كانش فيه اعمال خالص في المكان. والنهاردة طبعا في تكسير للرصيف. بصوا تم كده وضع البلدرات دي كده حدود الرصيف. والجزء ده اللي تم التوسعة فيه عشان يكون طريق الحرية 8 حارات، يعني 4 حارات في كل اتجاه. فشايفين قد ايه المساحة كانت كبيرة جدا للرصيف. حتى بعد ما تم تصغيره برضو مساحة الرصيف كبيرة. فالرصيف ما تأثرش قوي لما تم تصغيره. لكن الطريق بقى واسع كبير جدا، يستحمل بقى عدد عربيات كتير. بدل ما كانوا حارتين بقى 4 حارات في كل اتجاه. فالموضوع اختلف تماما. حتى حضراتكم هتلاحظوا ده بعد كده. الجزء ده اللي تم التوسعة فيه، احنا صورنا قبل كده من سيدي جابر لغاية ما وصلنا شارع سوريا. ولكن كان سيدي جابر ما كانش فيه اي اعمال خالص. واتفاجئنا بعد كده ان المعدات وصلت سيدي جابر وتم تقصير الرصيف على الجانبين. على فكرة حتى الجهة التانية برضو تم تحديد البردورات بتاعة الرصيف. وتم كمان تكسير الرصيف اللي في منتصف الشارع هنا. فالموضوع اتغير تماما. الشارع اختلف تماما. ولكن لسه الجزء ده بقى اعتقد هيتم برضو وضع الاسفلت فيه عشان يكون كل الطريق فيه متساوي. لسه طبعا في اعمال في الرصيف هنا. هيتم بقى وضع الانترلوك والانتهاء من اعمال الرصيف. طبعا في عمال متواجدة في المكان وفي معدات. حتى على الجهة اليمين من الطريق هتلاقوا في معدات وفي انتشار كبير هنا للعمال داخل المكان. طبعا توسعة شارع ابو قير فرقت كتير جدا على فكرة. ما بقاش زحمة زي الاول وما بقاش فيه تكدس كده للعربيات. الاول الطريق كان واقف تماما، ما كانش فيه حركة. وكل الناس بقى اللي كانت ما عندهاش اي مشاوير سريعة يعني، فبيركبوا من شارع ابو قير وينسوا بقى الميعاد اللي هم رايحينه. لانه كانوا بياخدوا تقريبا في الميعاد اكتر من ساعة. الموضوع كان فيه ركود جدا في طريق الحرية شارع أبو قير. الموضوع اختلف عن الأول بكتير. بصوا احنا هنوصل لحد الجزء اللي جاي ده، لأن بعد كده احنا صورنا بقى لغاية سيدي جابر لشارع سوريا. فبعد سيدي جابر هنوصل طبعا المكان اللي بعد كده هيكون مصطفى كامل. واحنا صورنا في المكان وصورنا بعد وضع طبقات الاسفلت ووريتكم قد ايه الشارع اختلف وبقى واسع. فمفيش داعي بقى ان احنا نروح نكمل تصوير تاني. انا بس بصور مع حضراتكم منطقة سيدي جابر اللي اتفاجئنا كلنا ان المعدات وصلت ليها وابتدوا يكسروا في الرصيف. وخلاص عملوا حدود للرصيف بعد ما تم التوسعة في طريق الحرية. بصوا قد ايه الشارع بقى واسع وكبير جدا. وطبعا في انتشار للمعدات زي ما حضراتكم شايفين. لو وصلتوا لحد كده ولسه ما اشتركتوش في القناة، شرفوني بالاشتراك في القناة ويفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. قناتنا خاصة بكل مشروعات اسكندرية وشواطئها، وكل حاجة تخص اسكندرية هتلاقوها موجودة على القناة. كده بقى انا راجعة تاني لمنطقة سيدي جابر. طبعا زي ما حضراتكم شايفين لسه هنا الرصيف طبعا فيه شغل يعني. والطريق هنا بقى واسع. وكمان لسه في الجزيرة اللي هي في منتصف الطريق تم تكسير برضو الرصيف هنا. بس قد ايه المنطقة هنا بقت واسعة وبقى في حركة في المرور. يعني خلاص ما فيش اي عربيات واقفة زي الاول. مشروع طبعا توسعة شارع أبو قير من أهم المشروعات اللي بتحصل في اسكندرية، واللي هتقضي تماما على زحمة المرور. والمرحلة الأولى كده تعتبر خلصت، واللي هي من رشدي لحد سيدي جابر. وهتبدأ بقى مرحلة جديدة وهتوصل لغاية الإبراهيمية. وكل ده بقى هنتابعه مع حضراتكم من خلال الفيديوهات بتاعتنا على القناة. بالنسبة بقى للسلم الكهربائي اللي موجود في سيدي جابر، احنا لسه مش عارفين ايه اللي هيتم فيه، ولكن احنا متابعين مع حضراتكم. بصوا بوريكم ان الناحية التانية كمان
تم التوسعة فيها، يعني كده تم التوسعة في الاتجاهين، عشان طبعا يخلص مشروع التوسعة على خير ان شاء الله. وهنفضل متابعين مع حضراتكم كل ما هو جديد عن مشروعات اسكندرية. لما نزلت فيديوهات عن طريق ابو قير هنا، في ناس كتير جدا مهتمة بالطريق هنا، وحابة تعرف ايه الجديد في مشروع توسعة طريق الحرية. طبعا اللي مش مشترك في صفحتي على الفيسبوك هتلاقوا الصفحة موجودة في وصف القناة في لمحة. لحد كده بقى خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، هتوحشوني جدا جدا لحد الفيديو الجاي. شكرا ليكم ولمتابعتكم، اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.